بُصّي بصراحة ممنوع تمامًا، وغلط لإنه ممكن يعمل مشاكل أكبر ما إنه هو يفيد. معانا دكتور ريهام لبيب بتشرفنا وتنورنا. بُصّي هاقول لِك على حاجة، الأول لازم نعمل good education للpatients بتوعنا. الhyperpigmentations دي أسبابها كتير أوي، فمحتاجين إن إحنا نanalyze المشكلة اللي عند كل patient وبعد كده نبتدي نفكّر لها في الحل أو الtreatment المناسب ليها. السوشيال ميديا والترندات اللي إمم. بتحصل، احنا كتير مننا بيلجأ لده، وممكن باحس ان هو ممكن يبقى سهل عندي في البيت اقدر اعمله. بُصّي بصراحة ممنوع تمامًا، وغلط لإنه ممكن يعمل مشاكل أكبر ما إنه هو يفيد. مش كل الtrends اللي موجودة في الmarket تصلح بصراحة. هنا بقى بييجي دور الشركات الطبية المصنعة صحيح. للproducts دي، هي إزاي بالtechnologies الجديدة تقدر إن هي تستخلص الactive ingredient الصح المضبوطة وتدّيني الbenefits بتاعتها وتعمل separation للharmful products أو الharmful ingredients التانية اللي ممكن تعمل لي أي مشاكل. طيب دكتور ادينا روشتة من الاخر كده في البودكاست بتاع النهارده. استخدام الsunscreen on daily basis بيقينا جدًا من الharmful effect بتاع أشعة الشمس. الhealthy food عايزة أقول لِك إن في حاجات كتير جدًا ممكن تفرق معانا. احنا بنشكر حضرتك جدا يا دكتور ميرسي. على وجود حضرتك معانا في ميرسي. بودكاست روشتة من الاخر، وعلى الورك شوب الجميلة اللي احنا ميرسي. عملناها. استنوا روشتتكم في باقي حلقات روشتة من الآخر.